حادث اصطدام قطارين بزناتة سببه خطأ بشري. هذه هي الخلاصة التي توصلت إليها لجنة تحقيق خاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، تم الكشف عنها خلال ندوة صحفية حول الحادث صباح الاثنين بالرباط. التحقيق أبرز أن سائق القطار ورئيسه لم يتوقفا عند الإشارة كما هو مطلوب منهما، وأن القطار كان يسير بسرعة أكبر من الرقم المحدد في الإشارة، ما أدى به إلى الخروج عن سكته ليصطدم بقطار السلع الذي كان متوقفا على سكة محاذية. من الناحية ديال المسافرين كانت الحمد لله سالمة، وكان بطبيعة الحال توفى عون المكتب الوطني للسكك الحديدية اللي بهذه المناسبة كنجددوا الترحمات عليه، وكذلك كنجددوا الاعتذارات ديالنا للمسافرين ديال القطار من الإزعاج اللي يكون حدث لهم هذا الحادث. الخطأ البشري طرح التساؤل حول مدى كفاءة الطاقم البشري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في وقت يؤكد فيه المكتب أنه يضع شروطا صارمة لاختيار ومراقبة مستخدميه. من بعد الولوج هناك سنويا بعض الفحوصات الطبية، كذلك بعض المسائل التقنية اللي هي عاوتاني كيمرها كل سنة، كذلك هناك تداريب اللي هي دورية، وكذلك كاين مراقبة اللي هي مباشرة بحيث أن كل 15 عون اللي مكلفين بالأمن والسلامة عندهم مسؤول اللي كيسهر على التتبع ديالهم. تأخر القطارات عن مواعيدها وحوادث أخرى كانت مواضيع لأسئلة الصحفيين ذهبت إلى حد التساؤل عن لماذا لا يستقيل المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزير التجهيز والنقل بعد حادثة زناتة.